لو يومك كله بيتغير عشان مستني رسالة واحدة من شخص معين، ممكن اللي انت فيه ده ما يكونش حب، ممكن يكون طعم. ربنا سبحانه وتعالى بيخلقنا بفطرة الحب، شعور جميل طبيعي. ربنا سبحانه وتعالى بيخلقنا بيه. بعد كده الحب ده بيتحول لتعلق، تعلق طبيعي جدا ما فيهوش اي حاجة خالص. التعلق ده لما بيزيد بيتسمى تعلق مرضي. بمعنى ان انا لو مرتبط بشخص معين وبحبه، بعد كده بقيت مش قادر ابعد عنه، بعد كده بقى ده هو محور اهتمامي، محور حياتي كلها بتدور عليه. الفكره هنا دلوقتي ان هو الشخص ده مش بقى ليه جانب معين في حياتي، ده خد حياتي كلها. طب انا فين؟ طب اللي حواليا فين؟ طب تاسكاتي، شغلي، مذاكرتي، حياتي كلها فين؟ لا، ده هو الشخص ده بس. انا محتاجه الشخص ده اعرف عنه كل حاجه، كل تفاصيله. بياكل ايه، بيشرب ايه، بيعمل ايه دلوقتي، بيتصل بمين، بيكلم مين، كل حاجه تخصه. لنفترض إن في لحظة أو في وقت معيّن ما عرفتش عنّه حاجة، إيه اللي بيحصل؟ توتُّر وقلق وماسكة تليفون كل دقيقة، أنا مستني رسالة، أنا عايزة أعرف هو بيعمل إيه دلوقتي، هو ما كلمنيش ليه؟ طب يمكن زعلان، طب يمكن متضايق، وتبتدي تستنزف قوتك كلّها وتركيزك واهتمامك وصحتك عشان تعرف الشريك ده أو الشخص اللي أنت مرتبط بيه ده بيعمل إيه. طب أنت فين من ده كلّه؟ أنت في الوقت ده بتشوفش نَفْسك، تبتدي تنسحب تدريجيًا من حياتك، من نَفْسك، وتروح في اتجاه لشخص تاني هو أصلًا بيتعامل معاك طبيعي. فبابتدي التعلُّق بتاعي ده يخنقه، مش بس بيربطني، لأ ده بيخنقه هو كمان. فبيضطر الشخص ده يشوف لأ أنا كده متحكّم، أنا كده مخنوق، يبتدي بالراحة يفُك ويبعد بعيد عنّك، وبالتدريج يبتدي يبعد. فأنت للأسف بتفضل واقف مكانك منهار، أنا عملت إيه لده كُلّه؟ أنا باحبه بس. لأ، هنا ما بيكونش حُب، هنا تعلُّق مرضي، أذاك وأذاك. طَب دلوقتي لو في حد فعلًا بيمُر بالمرحلة دي يعمل إيه؟ ما لهاش حل؟ لأ، ليها أكتر من حل. طَب تعالَ معايا كده، أنت طبعًا حاليًا دلوقتي مُستنزف في تفكيرك، في مشاعرك، في كل حاجة تخُص الشخص ده. لأ، أنا هابتدي بالراحة وبالتدريج أبعد شوية. أبعد عنّه؟ لأ، أنا بابعد وباعمل إطار صحّي بيني وبينه. أنا باحبه وعايزة أتقرّب منّه بس ما اخنقوش وما اخنقش على نَفْسي. فأول حاجة تعملها إن أنت لازم ترجع تهتم بنَفْسك تاني، تهتم بحياتك، باهتماماتك، بشغلك، بالحاجات اللي في حياتك اللي اتعطّلت بسبب الشخص ده. طَب هو غلطان أو أنت غلطان، دلوقتي مش محل الغلط خالص. إحنا دلوقتي بنحاول نهدّي الشعور ده عشان نقدر نكمّل حياتنا بعد كده. طَب وإيه كمان؟ أرجع تاني أشوف دايرة صحابي، أصدقائي، اهتماماتي. أرجع تاني أمارس حياتي بشكل طبيعي، تبتدي حياتك يدخل فيها أكتر من عنصر، تبتدي أنت من جواك تبدأ وتتشتت، فيبتدي الشخص ده ليه مكانه، وكل الحاجات اللي في حياتي والجوانب اللي في حياتي ليها مكانتها، ما فيش حاجة أثّرت على حاجة. هنا أنت بترجع للتوازن الطبيعي اللي أنت اتخلقت بيه، إن أنت تقدر إن أنت ترتبط وتحب وتتعامل في حياتك وتشتغل على نفسك وتعمل شغلك. هنا أنت بترجع بشكل صحي وطبيعي لنفسك من جديد.